السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض إن شاء الله النهاردة ريفيو عن أرخص مجموعة للشعر. المجموعة دي كلها من شركة كيلوباترا لمستحضرات التجميل وزيوت الشعر والأعشاب. هو منتج مصري 100% واخد تصريح من وزارة الصحة. المجموعة دي عبارة عن بلسم وشامبو وحمام كريم وزيت الشعر. الشامبو والبلسم دول كل واحد فيهم عبارة عن 500 ملي، وحمام الكريم 700 ملي، والزيت الشعر برضو 500 ملي. الأسعار بتاعتهم: الحمام الكريم من 45 جنيه، والاتنين دول كل قطعة فيهم عاملة 45 برضو، ما عدا زيت الشعر عامل 35 جنيه. طبعا أسعارهم بتتفاوت من مكان لمكان، ودلوقتي هم موجودين في كل الأماكن، يعني موجودين في الصيدلية، موجودين عند بتاع المنظفات، موجودين عند محلات مستحضرات التجميل، فتقدري تجيبيهم من أي مكان. انا ما عملتش الريفيو طبعا عن المنتجات دي الا لما جربتها تجربة شخصية، عشان اقدر اقول لكم المميزات والعيوب بتاعة المنتجات دي. قبل اي حاجة، أنا لما جيت جربت المنتجات دي اتأكدت ان شركة كيلوباترا ما بتستخدمش مادة السلفات. واحنا عارفين ان مادة السلفات دي مادة كيميائية بتعمل رغوة شديدة جدا جدا عشان تقدر تنظف الشعر من الأوساخ، وتخلص الشعر من الزيوت الطبيعية. فطبعا ده بيخلي الشعر بتفقد الرطوبة بتاعتها، بتفقد الزيوت الطبيعية بتاعتها، فده بيضر الشعر جامد. فأنا بالتالي لما اطمنت إن المنتجات ما فيهاش مادة السلفات، فقلت طب ليه لأ، ايه المشكلة اما اجربها. كمان شركة كيلوباترا ما بتحطش الزيوت العطرية، ولا بتحط مادة الكبريتات، ولا بتحط مادة الفورمالايد اللي هي المادة اللي بتحافظ على صلاحية المنتج نفسه. وللأسف المادة دي مادة مسرطنة وخطيرة جدا جدا. طب ايه هي بقى؟ احنا كده عرفنا ان مفيهاش المواد الخطيرة اللي هي الكيميائية اللي بتقدر تأثر على الشعر او الخصلة بتاعة الشعر، او بتؤدي ايه لتساقط الشعر، لان كل المواد اللي انا قلتها لكم دي بتزود تساقط الشعر. فبالنسبة لي دي كانت حاجة خطيرة، لان الصبغة والسشوار والمكوى بتنزل الشعر اصلا كده كده. فلو استخدمت لهم شامبوهات او منتجات فيها مادة السلفات، فهتزود التساقط الشعر، وبالتالي انا كده بضر شعري مش بعالجه. طيب ايه بقى هي المنتجات؟ المنتجات بتاعت كيلوباترا بتحط ايه في مكوناتها؟ هي اول حاجه المجموعه دي في كذا مجموعه هي منزلاها في كذا لون، وهقول لكم برضو ايه هي الالوان. المجموعه دي بتعتمد على حاجه اسمها زبده الشيا. بصوا العلبه دي انا كنت شارياها زبده شيا، بس مش شركه كيلوباترا، ملهاش علاقه بشركه كيلوباترا، اسفه. بس انا عشان اوريكم بس زبده الشيا بتبقى عباره عن ايه. بصوا هي عباره عن جل كده، بتبقى ماده صفرة دهنية شوية عاملة زي الزبدة. مفيدة جدا جدا للشعر، ومفيدة للبشرة، ومفيدة للجسم. بتدي ترطيب ونعومة، يعني مكون طبيعي بيفيد الشعر وبيفيد الجسم. بس ما نقدرش نستخدم زبدة الشيا كده زي ما هي على الشعر، لأن زي ما قلت لكم هي عاملة زي السمنة، فمجرد ما هتحطيها هتلاقيها لزقت كده على الشعر وإيه، جبسته، فمش هينفع تستخدميها كده لوحدها. كانت اكتر حاجه بسطاني في منتجات كيلوباترا ان المنتج الاساسي بتاع المجموعه دي هي زبده الشيا. وطبعا زبده الشيا كانت مميزاتها بالنسبه لي: اول حاجه هي بتخلص الشعر من التساقط، ماشي، وبتخلي مفيش تشابك خالص في الشعر، بتزود اللمعان، بتزود النعومة. وأكتر حاجة كانت يعني بعاني منها في شعري هي الهيشان، بسبب طبعا الصبغة والسشوار والصيف بقى والمصايف والحاجات دي، كان بيبقى شعري ناشف خالص. فزبدة الشيا بتدي طراوة ولمعان حلو قوي قوي للشعر. فدي كانت اكتر حاجه برضو مشجعاني ان انا استخدم المنتجات بتاعه شركه كيلوباترا. فيها برضو المنتجات دي فيها فيتامين الف، وزي ما احنا قلنا برضو نفس صفات او نفس الخصائص اللي بتديها زبده الشيا. بيخلص من التشابك واللمعان والنعومه والجفاف والهيشان. فدي برضو كانت مميزات كبيره جدا بالنسبه لي. فيها برضو فيتامين ه. وفيتامين ه احنا عارفين ان هو مضاد للاكسده، بيساعد على نمو الشعر تاني، يعني لو في تساقط هيساعد ان يطلع خصيلات جديده والشعر يبتدي ينمو من جديد. طيب ايه هي بقى الزيوت الطبيعيه اللي موجوده في المنتجات دي؟ ايه هي الزيوت عندنا زي زيت الصبار، وزيت الارجان، وزيت الخروع، وزيت الزيتون. وفي ماده البنسينول. ماده البنسينول دي ماده ممتازه جدا، هي مش ماده كيميائيه على فكره، بس مفيدة جدا برضو للشعر والبشرة. واحنا طبعا بنستخدم كريم البنسينول، وعارفين الفوائد بتاعته على الشعر وعلى البشرة. وبكده طبعا أنا عرفت إن الشركة دي بتعتمد على الزيوت الطبيعية أو المكونات الطبيعية بنسبة 100%، وبتبعد خالص عن المكونات الكيميائية. فبالتالي أي تجربة مع المنتجات دي هتبقى آمنة 100%، مش هيبقى فيه ضرر على الشعر خالص من أي منتج من المنتجات دي.
طيب أنا عايزة أقول لكم بقى على حمام الكريم. طبعًا أنا هافتح لكم دلوقتي العبوات وأوريكم تُقل كثافة كل منتج من المنتجات دي عشان تعرفوها معايا. ده كده الشامبو بتاع شركة كيلوباترا، هاوريكم بقى التُقل بتاعه كده. أولًا لازم تعرفوا برضه إن المنتجات دي في منها أصلي وفي منها مضروب، فهاقول لكم برضه في آخر الفيديو إن شاء الله إزاي تعرفوا الأصلي من المضروب. بُصّوا ده كده أنا هاوريكم أهو، بسم الله، عشان تعرفي برضه المنتج ده اللي أنا باوريه لِك ده كده الأصلي، أهو. بصوا تقيل ازاي، انما بقى التاني بيبقى عامل زي المية، عامل زي المية. بصي هوريكي اهو، هو ده المنتج. بصي تقله، اولا ريحته جميله جدا، تحسي فعلا ان هي زيوت طبيعيه مفيش فيه اي مواد كيميائيه. دي درجه اللون بتاعه. هتلاقي بقى اللي هو الكوبي منه هتلاقيه مصفر غامق قوي قوي، مش هتلاقيه بدرجه الشفافيه دي، تمام. وهتلاقيه عامل زي الميه، انما ده بصي عامل تقيل ازاي. ده كده كان الشامبو. هوريكي برضو البلسم دلوقتي. بصوا ده البلسم اهو بعد ما فضيته من الازازه، اهو ده سمك البلسم بتاع كيلوباترا. هوريكم بقى حمام الكريم دلوقتي. ده حمام الكريم بقى اهو، هفتحه معاكم. ده حمام الكريم اهو، بصوا بعد ما فتحناه بصوا بقى تقيل قد ايه، بصوا عامل ازاي، شايفين المنتج عامل ازاي. ريحته جميله جدا، يعني المكان كله بقت ريحته من حمام الكريم بتاع كيلوباترا. هيعجبكم جدا المنتج ده، هيفرق معاكم جدا، لان زبده الشيا زي ما انا قلت لكم بتدي رطوبه ونعومه جميله جدا. بصوا بقى هوريكم دلوقتي ايه الفرق بين المنتج الاصلي والمنتجات المضروبه. بصوا بقى هقول لكم دلوقتي الفرق بين المنتجات الاصليه والمنتجات المضروبه. بصوا المنتجات الاصليه بيبقى اللون الازازه اصلا فاتح، بصوا لون الازازه دي غامق ازاي، فدي اول علامه هتقدري تعرفيها. بصوا البادج هنا بتاع الشركه، بصوا هنا البادج بتاع الشركه، ده كده مش اصلي انما ده كده اصلي. بصوا العلامه المائيه اللي هنا فيها لمعه ازاي، تمام. واللزق اصلا بتاع الشركه لازق، تحس ان هي مكنه او مصنع، يعني مكنه هي اللي عامله اللزق ده، تمام. انما هنا بصي الورقه ذات نفسها عامله ازاي. لو تلاحظي استني اقرب لك من الكاميرا، بصي هنا التغليف عامل ازاي، تحسي ان هو ملزوق بالايد ومفكوك من بعض الاماكن. بصي من هنا مفكوك ازاي، دي حاجه. الحاجه التانية بصي البلاستيك هنا طري جدا، انما لو جيتي تمسكي دي ناشفه، الازازه ناشفه مش قادره اضغط عليها. في نوعيه البلاستيك نفسه مختلف تماما عن دي بصي سهله ازاي، انما دي بصي في فرق جامد ما بين دي وما بين دي. يبقى الأصلية لونها فاتح انما دي لونها غامق. هنا البادج بتاع الشركة مختلف، تمام. هنا العلامة المائية مش واضحة وما بتديش الضي بتاعها، تحس ان هي ستيكر، انما دي بصي بتدي لمعة كده وفيها العلامة المائية بتاعت الشركة. نوع الإزازة ذات نفسها، بصوا البلاستيك هنا عامل ازاي، وهنا البلاستيك ناشف وجودته عالية. فدي الفرق بين المنتجات الأصلية وبين المنتجات الكوبي بتاعتها. انا مش عارفه هما ليه بصراحه بيعملوا كوبي من شركه كيلوباترا، وليه دي الشركه الوحيده اللي بيطردوها المطارده الفظيعه دي. بصوا بقى زيت الشعر ده حلو قوي، انا جربت منه بصراحه، واول ما رحت جبت ازازه جديده فكرت ان انا اعمل الفيديو ده وافيد الناس زي ما انا استفدت. الزيت ده جميل جدا، ده بزيت الثوم، ده بقى برضه هيساعدك على انك تحافظي على التقصف والهيشان، ودي اكتر حاجه برضه زي ما انا قلت لكم بعاني منها بسبب الصبغه والحراره والصيف وكده. فيعجبك جدا. اولا ريحته حلوه قوي قوي قوي، بجد ريحته جميله جدا. وبرضه في كل خلاصه الزيوت اللي احنا قلنا عليها، زيت الزيتون والارجان والصبار والجوبة، يعني كل الفيوت. بصي اولا الحتة دي بتعجبني جدا لانها ما بتهدرش من الزيت، مش زي مثلا زيت فاتيكا ما بيحطش اللي هي القطارة دي، فبتعمل بصراحة مشكلة جامدة جدا، بتحس ان الازازة مفتوحة كده منها على نفسها فبتهدر جامد. فدي كان ريفيو بسيط كده عن شركة كيلوباترا ومنتجاتها، ويا رب يكون الفيديو استفدتوا منه ومفيش اي عيوب في المنتجات بصراحه، لان زي ما قلت لكم هي منتجات طبيعيه 100%، فمفيش منها اي ضرر على شعرك. ان شاء الله هنزل لكم برضو صور هتشوفوها دلوقتي. بينزل من حمام الكريم ده، هقول لكم دلوقتي.
بينزل بقى من حمام الكريم ده بينزل منه لون اسود بالكرياتين، ده بزبدة الشيا زي ما احنا قايلين، انما الاسود ده بيبقى بالكرياتين، والازرق بزيت الارجان. لونه ازرق، علبة لونها زرقاء بزيت الارجان المغربي، وعلبة لونها بامبي بزيت الثوم، وعلبة لونها اخضر بزيت الصبار. ان شاء الله هجيب المجموعات دي كلها باذن الله، وهقول لكم برضو المنتجات الكويسة اللي هجربها واللي ممكن نقدر نستبعده من الالوان اللي انا قلت لكم عليها دي، سواء كان الاسود او الازرق او البامبي او الاخضر. ده كان ريفيو بسيط كده عن منتجات كيلوباترا. جربوه على ضمانتي، ويا ريت نكتب في التعليقات اي حد بيجربه او استخدمه وعجبه المنتج يكتبه في التعليقات، ولو حد جرب منتج تاني برضو نكتبه في التعليقات عشان نستفيد من بعض. يا رب يكون الفيديو استفدت منه. وهو المنتج برضو لو انتم مش حابين ان انتم تنزلوا تشتروه هتلاقوه على امازون وجوميا، بس باسعار غالية شوية. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.